السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إسباس عزيزة. اليوم غادي نشارك معكم هذا الطبق حوسه مشرمله في الفران مع صوص الكالامار، ونتمنى هذا الطبق ينال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا باش نشوفوا الطريقه جميع. بسم الله، نبداو على بركه الله. اول حاجه عندي واحد الحوته اللي غسلتها مزيان وضروري نفلحوها باش هكا كتدخل لينا هذيك الاقامه اللي غنديرو. عندي هنايا المعدنوس اللي قطعته رقيق، عندي الثومه حكيتها، عندي تحميره او بابريكا، عندي الكمون والملح. الملح نحاولوا ما نكتروش، عندي عصير الليمون او الحامض، وعندي زيت العود. صافي دابا غادي ندوزو باش غادي نوجدوا هاد الشرموله. اول حاجه غنديروا هاد الزليفه. بالنسبه للمعدنوس غادي ناخذ غير القياس صافي، والقياس الاخر واحد شويه نخليو هذاك لاصوص اللي غنرافقوا الحوته ديالنا. غناخذ الثومه، عسل الحامض او الليمون، وغادي نضيفوا هاد العطريه، نديروا زيت العود او زيت الزيتون. دابا غندوزو باش نشرملو هاد الحوته. نحاولوا ندخلوا لهاديك الشرموله مزيان في دوك الفلحات اللي درنا، نحاولوا نديرو من الداخل، قلبوها. ضروري هاد الفتحات ندخلوا ليهم الشرموله باش كتجي الحوته بنينه. صافي، وغادا ناخذ واحد اللاطه او طاوه اللي كتدخل الفران، غادا نفرش فيها واحد بابي سيفوريزي صافي، وغنديروا فيها الحوته ديالنا. نحاولوا هذيك الشرموله اللي عندنا في الطبسيل حتى هي ما نضيعوهاش. صافي، ودابا غادي ندوز باش نجمع الحوته مزيان. نحاولوا ما نخليوهاش محلوله. صافي، وغناخذ واحد بابي الومنيوم باش غادا نعاود نجمعها ونلويها. وبالنسبه للطياب انا مشعله الفران من الفوق ومن التحت. بالنسبه للطياب ما كتاخذش الوقت بزاف لان الحوته صغيره، يعني تقريبا واحد ساعه الا ربع، وإلا كان الحوت كبير كتاخذ ديك ساعه ونص تقريبا. ودابا غادي نوجدوا لاصوص اللي غادي نرافقوا لديك الحوته. عندي هنا واحد 3 مطيشات حكيتهم. غادي نحتاجو الثومه، شويه ديال الثومه، شويه ديال المعدنوس ماشي بزاف. هاد الشرموله اللي شاطت ليا من الحوته حتى هي نديروها ما نضيعوهاش. عندي هنايا بابريكا او تحميره، عندي شويه ديال الملح، وعندي شويه ديال السودانيه اللي بغا يضيفها. عندي شويه واحد المعلقه صغيره ديال مطيشه الحك، وعندي الكالامار. اول حاجه غنديرو غادي نوجدو لاصوص. هو الاول نطيبو مطيشه اللي حكيت مع هاد المعلقه صغيره ديال مطيشه الحك. غادي ناخذ واحد شويه الماء باش غادي نحل هاد المطيشه صافي، وغادي نردها فوق البوطه باش طيب لينا مطيشه مزيان. ضروري نطيبوا مطيشه مزيان. وما نساوش الثومه، نسيت ما درتهاش مع مطيشه، حتى هي كنديرها مع مطيشه صافي. وكنبقى فين ما كتشرب ديك مطيشه كنزيد عليها واحد نص كويس ديال الماء حتى كتنشف مزيان حتى كطيب صافي. ودابا غادا نزيد عليها الكالامار، حتى هو غادا نزيد فيه واحد نص كاس ديال الماء تقريبا باش يطيب صافي. دابا من بعد ما طاب الكالامار صافي، دابا غندوزو باش ندير الربيع شويه غير شويه، نحاولوا ما نكتروش.
باش هكا كيبقى لينا مطيشه حمرا، اللون ديالها ما يتبدلش. عندي التحميره والملح، شويه ديال السودانيه، وعندي داك شويه ديال الشرموله اللي كان شاط ليا من الحوت باش شرملت الحوته. صافي تنخلطوا كلشي. بالنسبه للزيت غنخليوه حتى الاخر عاد نديروه، لان الزيت اللي درناه في الاول كيبقى يتشرب، شحال ما درنا ما كيبانش، لهذا نخليوه حتى الاخر ان شاء الله عاد نديروه. صافي دابا من بعد ما تشرب لينا داك الماء كامل، المطيشه ديالنا الشاع كيفاش ولات. صافي دابا غادي نديرو الزيت، طريقه بحال زيت العود. ملي كنطيبو المطيشه مزيان، شوفوا حتى اللون حتى تيجي زوين. شو اللون ديالها كيفاش كيجي، شوف لاصوص كيفاش. صافي من بعد ما طابت الحوته ولاصوص حتى هو وجدناه، صافي غندوزو باش نقدموها. صافي من بعد ما حطيت الحوته بالطبسيل، هذاك لاصوص حتى هو غادي نديرو في الجناب ديال الطبسيل. وهذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا. غادي نزينو بطريفات ديال الحامض، واحد شويه ديال الزيتون حتى هو غادي نديرو في الجناب كتزيين. وهذا كان الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وباشتراك وتفعيل الجرس باش هكاك يوصلكم كل جديد. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم بسلامه، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.